متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوه. اول حاجه غادي نبداو بها اليوم هي اننا نتمناو الشفاء العاجل للافراد البعثه ديال النادي القنيطري اللي تعرضت لحادثه سير من بعد ما كانوا متوجهين باش يلعبوا مقابله امام اولمبيك اليوسفيه في القسم الوطني هوات. نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله ويعودوا في اقرب وقت باش يستأنفوا المسيره ديالهم والمنافسه على الصعود. الفيديو ديال اليوم غنتحدثوا فيه على اخر المستجدات ديال فريق الرجاء البيضاوي من بعد المباراة اللي خسر فيها امام فريق الترجي التونسي بهدف ل0. ولكن قبل ما نديماريو ما تنساش جيم كومونتير. الناس اللي ما مابونينش يتابوناو واكتيفيو النوتيفيكاسيون باش يوصلهم جديد ديال لاشين ونبداو. الحاجه الاولى اللي غتكون معنا اليوم في الفيديو هي الهزيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي في المقابله اللي جمعته امام نادي الترجي التونسي بهدف ل0. المباراه اللي كتجي في اطار ودي في استعدادات الفريقين بجوج للمنافسات القادمه ما بعد كاس العالم. الترجي التونسي استغل الفرصه عقد المعسكر ديالو بمدينه مراكش وتوجه بالدعوه لفريق الرجاء البيضاوي من اجل اجراء هذه المقابله الوديه، مع العلم انه تكفل بجميع مصاريف التنقل ومصاريف الإقامة وكذلك المصاريف اللي كتخص تنظيم المقابلة. وقبل ما ندوزو للتفاصيل ديال الماتش قلت انني خصني لابد ندير واحد الملاحظة على النقل ديال المقابلة عبر التطبيق ديال نادي الترجي التونسي ترجي بلس، اللي في صراحة تطبيق كيليق بقيمة الفريق، ونتمنى حتى حنا ان شاء الله يكون عندنا نفس الامر، وحتى حنايا عندنا جمهور كبير بحالهم وحسن منهم كاع وكنستحقوا الافضل. المقابله اللي كان فيها المعلق والصوره بحال اللي كتفرج في التلفازه، عكس لاباج اوفيسيال اللي كانت دايره اللايف وما كانش دايره فيه المعلق. وهذا بالنسبه لي انا ضراتني هذه القضيه بزاف، لانني مشيت تفرجت في المقابله في الصفحه ديال الفريق الخصم. هذا ماشي انتقاد الفريق الرجاء البيضاوي، بالعكس، ولكن فرصه للتطلع الافضل من هذا الشيء، خاصه وان فريق الرجاء البيضاوي عنده من احسن لي ديجيتال اللي كاينين في المغرب وفي افريقيا. فإلا استغلوا هذا الشيء ممكن انهم يدخلوا منه مصاريف كثيره اللي تعاون الفريق في الازمه الماديه ديالو اللي كيعيشها حاليا. مدير الكبير الكوتش ديال الرجاء دخل لهذه المقابله بالتشكيله الرسميه وكانه لاعب مقابله ديال الشامبيونز ليغ، حيث دخل بغاية مرباح، وفي الديفونس النهيري وبن تشايك الهدهودي وحركاس، في الميليو كل من اهولو المكعازي وزريده، وفي الهجوم بوزوق حدراف وخابه. مقابلة انطلقت بقوة من فريق الرجاء البيضاوي، ولكن ما استغلش بعض الفرص اللي تاحوا ليه. وفي دقيقة 20 الترجي التونسي كيستغل خطأ من دفاع فريق الرجاء البيضاوي في التمرير وكيسجل الهدف الوحيد للمباراة عن طريق علي بن حمودة. من بعد الفريقين تاحوا ليهم بجوج مجموعة من الفرص ولكن ما قدوش يستغلوهم وسال الشوط الأول. الشوط الثاني منديل كبير جرى مجموعة من التغييرات، أعطى الفرصة لإسماعيل بن المقدم في مكان الهدهودي، وكذلك دخل وليد الصبار إضافة إلى مجموعة من اللاعبين، والمقابلة ما تغيرتش النتيجة ديالها. هاد المقابلة هادي كتبين أن الرجاء مازال خصو بزاف ديال الخدمة إلا بغى ينافس مع هاد الفروق الكبيرة من أمثال الترجي التونسي، ولكن كتجي في محلها باش نعرفوا هاد الحقيقة ونزيدوا نقويو من الجاهزية ديالنا باش نرجعوا نستأنفوا الاستحقاقات اللي تابعنا اللي هي البطولة وعصبة الأبطال وكأس العرش. الخبر الثاني اللي معنا اليوم هو الهزيمة ديال أمل فريق الرجاء البيضاوي أمام جمعية الشباب الرياضي بهدف ل0. فريق الرجاء البيضاوي اللي كيمارس في القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الغربي كيتعرض للهزيمة الثانية ديالو في هذا الموسم من بعد ما انهزم أمام فريق سيد رحاج الشاطئ. ورغم هذه الهزيمتين الأخيرتين أمل فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب نبيل مسلوب هما اللي كيتصدروا ترتيب هذا القسم. خبر آخر غيخوض فريق الرجاء البيضاوي معسكر استعدادي الإمارات، واللي غيتخلو دوري صغير غيكونوا فيه 3 المواجهات أمام كل من فريق العين الإماراتي، المريخ السوداني، واستقلال طهران الإيراني. وكيجي هذا المعسكر إطار استعدادات فريق الرجاء البيضاوي للاستحقاقات القادمة من بعد المونديال اللي كتمثل في كل من البطولة الوطنية والتشامبيونز ليغ منافسات كأس العرش. فريق الرجاء خصو يستغل هذا المعسكر على أكمل وجه لتحقيق الانسجام والتفاهم اللي كان غايب في الدورات الأولى ما بين عناصر الفريق، والدخول على أحسن وجه للمنافسات القادمة. آخر حاجة غادي نختمو بها هي الموعد الجديد اللي حدو الاتحاد الإفريقي كاف الإجراء
القرعة للمنافسات تشامبيونز ليغ الإفريقية للموسم الحالي. فمن بعد ما كانت تأجلت القرعة في الموعد الأول اللي كان هو 16 نوفمبر الأسباب كيعلمها غير الاتحاد الإفريقي، فهو كيجي كيحدد لينا موعد جديد اللي هو 12 من شهر ديسمبر القادم. الرجاء البيضاوي كيتمركز في القبعة الأولى مع كل من الأهلي المصري، الترجي التونسي والوداد. هاد القرعة هادي اللي غتلعب دور كبير في الموسم ديال فريق الرجاء البيضاوي، ونتمنى تكون في المتناول ديالنا باش ندوزو لدور المجموعات. وكذلك فكون ما تقامت مبكرا غادي تخلي الفرصة للمكتب المسير وكذلك الطاقم التقني باش يعرف راسو مع من غادي يلعب، ويحاول يصلح الاخطاء ويجيب بعض اللاعبين يعزز بهم التركيبه البشريه اللي غتخلي ينافس الفرق اللي غيجي معاهم ويتاهل من دور المجموعات. هنا غنكونوا كملنا كل ما يتعلق بهذا الفيديو اللي درنا في هذه الليله مختصره على اخر الاخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي. ما تنساش لايك والكومنتير والبارطاج ديال الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.